طيب ازيكم يا جماعه. الحقيقه مش عارفه اقول ايه. هو الحقيقه ان انا عندي دور برد ملوكي، عشان ايه؟ لو كحيت تفيت نفيت في نص الفيديو انت بتبقى تمام. يعني انا عايزه اتكلم في حاجات ليها علاقه بالجنريشن بتاعي، جنريشن زي ما بيقولوا عليه. حاجات انا شايفاها مش قصدك حاجه، بس قلت اجي اشاركها مع الاوجيز. مش ال60، لا احنا زدنا على ال60 لا والله، وال60 بني ادم اتفرج عليها بشكل دوري. انا منسكوش. اللي هتكلم فيه النهارده بناء على ملاحظاتي انا، مش احصائيات معموله ليك ان انت تختلف او تتفق معايا. كده كده انا هحاول اكون حياديه على قد ما اقدر. عايزه ابدا بطريقه الكلام. كده كده كل واحد بيختار طريقه الكلام اللي هو هيتكلم بيها. يعني انا اخترت ان دي الطريقه اللي انا اتكلم بيها، بناء على ذلك انت كمان هتختار الطريقه اللي انت بتتكلم بيها، ايا يكن هي ايه، سواء زي او مش زي. بس احيانا بيبقى فيه فئه من الشباب يعني بيبقوا غالبا اندر ايج، مش كبار قوي، بيكونوا بيتكلموا بتون معينه، باكسنت معينه، علشان يبينوا ان هم من طبقه معينه او بينتموا لفئه ما. انا برضو مش بحب اخش في نوايا الناس، بس بتبقى باينه ساعات كتير قوي ان لا، في فيكنس، في اصطناع في الموضوع. يعني مثلا what's in my bag، وهول، مول، ماد، ساد، داد. لا، انا كده كده ما عنديش اي مشكله تماما تتكلم معايا بالانجلش خالص، براحتك، لو طالما دي اللي مريحاك ماشي. بس انا حد اتعامل مع امريكان واتعاملت مع ناس من لندن وبريطانيا والحتت دي، انا ما الاكسنت دي ما عدتش عليا. هو مش من عشر الام يعني، بس انا اتعاملت مع الناس دي ومحدش فيهم بيقول داد. مره كنت بسكرول على التيك توك عادي سودا، فلقيت بنت برضه نفس الكلام، مش عايزه اقول من القطعيه دي، بس يعني نفس الستايل. فقالت انا مش بتكلم كده اصلا في الحقيقه، انا بتكلم كده بس في الفيديوهات. واحترمتها احترام، والله العظيم احترمتها احترام على صداقتها، وان هي ما استغفرتنيش. في ساعات بيبقى ناس بتدعي الجهل باللغه بتاعتها، اللغه الام اللي هي العربي، وده بيبقى ادعاء مش حقيقي. ليه؟ لان انا عارفه ناس بيبقى فعلا هو عنده مشكله في العربي، بناء بقى اللي هو اتولد بره ولا تعليمه كان امريكاني صرف، اي حاجه. بيبقى في ناس الفيكنس راكباها، باين قوي ان انت بتفتي يا اسطى، باين قوي، باين قوي قوي قوي. بس انا فعلا العربي بتاعي مش كويس. لا، انت العربي بتاعك كويس، انت بس اللي سائل عوجان على نفسك وعلينا. بيفكروني قوي بشخصيه نيلي اللي كانت في نيلي وشريهان، مش عارفه كان بيمليها ايه على الكيبورد، فبتقول له كاف دي السيركل عليها نقطتين، وانا بحاول على قد ما اقدر محكمش، بس انا مش بعرف اسيطر على افكاري ولا دماغي، ولازم اشارك الافكار دي مع حد يكون قريب مني. فاقول له بص ده بيفتي، ده بص ده سائل عوجان. طبعا ده مش صح خالص، بس انا فعلا بيبقى الموضوع باين لدرجه ان انا عايزه اشوف حد جنبي لو انت واخد بالك ولا انا بس. في البوينت دي عايزه اقولك اتكلم بالطريقه اللي تعجبك والطريقه اللي تريحك، ايا كانت هي ايه، طالما انت مش بتفيك، مش بتحاول تتكلم بتون معين عشان تبين بس ان انت بتنتمي لفئه ما او طبقه معينه. اللوكال براندز بقى، بعد المقاطعه اللوكال براندز في كل حاجه تقريبا زادت قوي، ودي حاجه جامده جدا. وعلى حد علمي دلوقتي برضو احنا 3/4 كشباب بقينا نجيب اللبس بتاعنا من لوكال براندز. انا بطلت اجيب من اي محلات في المولات خالص من ساعه المقاطعه، والاسعار كمان في المولات بقت غبيه قوي، واللوكال براندز بتبقى الكواليتي بتبقى احسن وبسعر مقبول. ونصيحه، لو انت هجيب حاجه من لوكال براند ومش هينفع تعمل لها ريفاند، وما عندهمش هم الموضوع ده ان انت ترجعها، يعني ما تشتريهاش حتى لو كانت عاجباك، لان انت مع الوقت هتعرف هي ما بترجعش ليه. اللي عايزه اتكلم فيه بس في البوينت دي ان بقى في ناس كتير قوي من الشباب عايزه تبقى local brands owners وعايزين يبقوا موديل وبتاع. ما عنديش اي مشكله، براحتك يا معلم طالما ده اللي انت عايزه. بس السؤال هو انت فعلا عايز ده، ولا انت عشان شايف ان كلهم بقوا يعملوا كده فانت كمان عايز تبقى تعمل كده؟ اصل حوار ان انت تفتح لوكال براند ده مش سهل خالص. هو مش تيشيرت اوفر سايز هتطبع عليه جرافيتي وهتبيع، هي بتبقى ليله سودا. انا بسمع كلام والله من اونرز نفسهم، لا ليله بتبقى خامات نزل تشتريها ومقاسات ايه، وده في كلاينت عنده مشكله كذا، ده في عيب، ده مش عارف ايه، ده في ديزاين هنعمله للشتاء وفي ديزاين لسه للصيف، وليله وهلوم جرب بقى. وحوار الموديلنج ما عنديش اي مشكله، براحتك دوس.
يعني مفيش اي حاجه، بس هي الموديلنج مش في ظهرك جرافيتي على حيطان وانت في خرابه ويلا هنتصور. انت لازم تكون عارف تتصور ازاي مع الكاميرا، وفي كادرات معينه، واضاءه لازم تبقى. انا بشوف ساعات اضاءه بتبقى في الشلح، يعني بتبقى رايحه في 60 داهيه، ومش عارفه زي ما مقتنعين بيها. انا مش حد دارس يعني، بس بتبقى لا الصوره بايظه، في زوايا يعني في حاجات بايظه كتير محتاجه تتعدل. فهي برده مش سهله وليها مؤهلات شويه، لان هو انت مش هتاخد صوره عامل واقف ازاي ولا فكل ده حلو. انت شايف اللوكال براندز الاونرز بتوعهم ممكن يكونوا مبسوطين، معاهم فلوس وبيروحوا ويجوا مش عارفه ايه، والمودلز مش عارفه براندات ايه اللي بيطلبوهم. ده كل ده على السطح، انت مش عارف البروسيس كلها كانت عامله ازاي. بتبقى صعبه وفعلا مش سهله. فلو انت فعلا قدها وفعلا حاطط الموضوع في دماغك وده اللي انا فعلا عايزه، مش ده اللي انا شايفه سيء، فانا بالتالي هروح بقى واسوق عشان ده اللي بياكل مع الناس دلوقتي، يبقى دوس لو ده اللي فعلا انت عايزه. اصلا في حوار لوكال براندز ده انا بحس ان الستايلات واحده. انا يعني مثلا لو رحت اوركان مثلا، انا بحس ان احنا كلنا شبه بعض، بحس ان الستايلات كلها زي بعض، بحس انها كلها اللي هو ايه ده في كتير زي يعني، بحس ان احنا بقينا كلنا ميه واحده. فيعني يا ريت اللوكال براندز يشوفوا حاجات كده، كل اللوكال براند تتميز بحاجه علشان ايه يبقى مخلطين، لكن كله حاجات جرافيتي من فوق وكارجو من تحت هنتعب. الامراض النفسيه بقى، اي مرض نفسي مش تشخيص من دكتور نفساني او سايكاتريست ايا يكن مش هناخد بيها. اصلا انا بتحرك كتير، فانا ADHD، انا موسوس ومش عارفه ايه، بحب النظام، انا OCD، انا بحب اتفرج على التلفزيون كتير، فانا CBC كده بقى. ممكن يبقى فيه فعلا اعراض للامراض دي بنسبه كبيره، بس ستيل جوجل مش كفايه، او فيديو على التيك توك مش كفايه، لازم تروح لدكتور لو انت فعلا حاسس ان في حاجه غلط وفعلا الموضوع زايد عن حده، عشان انت وارد جدا يكون ما عندكش حاجه، فلازم تاخد التشخيص من دكتور متخصص في الحكايه دي. بما ان احنا في موسم الساحل، الفيديوهات بتاعت بتاخد كام في الساحل وصرفت كام ومش عارف ايه بتزيد قوي في الوقت ده يعني. وانا الصراحه النوع ده من المحتوى انا مش بحترمه اطلاقا، ومش الاشخاص اللي بيقدموه تماما مش الاشخاص تماما، لكن النوع المحتوى ده بيقدم لك مدى سطحيه التفكير اللي عند العيال دلوقتي، لان 3/4 اللي بيتسال الاسئله دي ناس اندر ايج اصلا. وطبعا في ردود بتبقى مش منطقيه ومش طبيعيه، لان مش من طبيعي هدفع مبلغ زي ده، وفي ردود بتبقى مش اذكى حاجه خالص. انا فاكره كان ولد سألها قبل كده انتي باباكي بيقبض كام، بعيدا عن كل بعد انه يعني اهل حضرته ملهمش اي 30 علاقه الاب بيقبض كام وهو مش هيستفيد حاجه بالاجابه يعني. بس البنت كانت ردت عليه قالت له معرفش بس بابا بيقبض بالدولار يعني بالظبط كانك سالت واحد انت ايه اكتر اكله بتحبها، فقالك معرفش بس انا بحب اشرب ميه. او ممكن تكون اسئله اوت اوف ذا بوكس. ازاي واحد قبل كده شفت له فيديو كان بيسال بنات اندر ايج كلهم، بيقول لهم ايه نوع البوكسر الولد يكون لابسه عشان يخش مراسي ولا حاجه زي كده. انا مش عارفه يعني، انا بجد انا عايزه اعرف مين اللي اقترح السؤال ده وصور واقتنعوا، وهو ده اللي احنا هنصور بيه. عايزه اقعد معاه قبله كده اشوف بس يعني دماغه رايحه فين، يعني علامه ايه، هو اتعلم ايه في حياته عشان يسالني سؤال زي ده. انا كميه الالفاظ اللي كانت بتدور في دماغي وقتها ما تطلعش. انا عمري في حياتي ما دخلت مراسي، انا عديت عليها بس عمري ما دخلتها، وغالبا عمري ما اخشها. 3/4 الفيديوهات دي بتتصور في مراسي، فلو حد جه قال لي ايه نوع البوكسر فهقول له ايه، اقول له انت لابس ايه، والله انا لابس كيلفين كلاين. اثبت لي. انا بس عملت الفيديو ده ليه؟ علشان اقول لك ان ده بس مجرد الحاجات اللي بتتصدر لك، ده مش من الطبيعي. كل اللي انا بهري فيه ده من اول فيديو لحد دلوقتي ده مش الطبيعي، مش من الطبيعي تماما. ان دي الاكسنت بتاعتك الطبيعيه، مش من الطبيعي ان انت تصرف 5000 جنيه ولا اكتر من 5000 جنيه على ترابيزه في سهره، ده مش من الطبيعي. مش من الطبيعي ان انت تبقى لازم تبقى موديل، مش من الطبيعي ان انت يبقى لازم عندك لوكال براند كشاب، ده مش من الطبيعي خالص. مش من الطبيعي ان انت لازم تكون من محبين الماتشا خالص. انا لحد دلوقتي لسه ما جربتش الماتشا والله العظيم، كل ما اجي اجربها اقول خلاص هجربها وبتاع واشرب
ايس لاتيه عادي جدا. ليه بقى؟ لان انا خايفه ادفع فيها مبلغ وفي الاخر ما تعجبنيش، عشان الناس اللي مش بيعجبها الماتشا بيقولوا ان هي طعمها عامل زي نجيله، وانا مش عارفه اتخيل حاجه زي كده. يا اما انا خايفه هي تعجبني فابقى من الناس اللي بتحب الماتشا، عشان بس ده معظم اللي انت بتشوفه على السوشيال ميديا. اذا ما كانتش كل السوشيال ميديا كده، عن عباره عن بتتكلم عن ان جنريشن زد كله كده، وفي المسلسلات وفي الافلام ده اللي بيتصدر لك عن الجيل ده خالص، مش دي الصوره الكامله، هو بس بيبين لك جزء صغير قوي منها. لكن عادي في مننا عادي جدا طبيعي افكاره ممكن تبقى قديمه اولد سكول في حاجات كتير قوي. مش شرط ان انت تكون بتصيف في مكان عامل كذا او في الساحل الشرير زي ما بيقولوا، عادي ممكن تبقى في الساحل الطيب، والساحل الطيب قوي 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 يعني، مش قريه اللوتس. مش عارفه قريه اللوتس ديت بتجيب سيرتها كتير ليه. فعايز اقولك بس انا عادي لو افكارك اقدم من افكار جيلك، عادي لو افكارك مختلفه تماما عن جيلك، لو انت شايف ان في حاجات غلط كتير. ممكن كتير قوي من الناس اللي بتتصدر لك على الشاشات دي هم اصلا بيحاولوا يفات ان في المكان اللي هم فيه. فاعرف بس اللي بتشوفه على الشاشات ده مش حياتهم الكامله، ده جزء صغير قوي في لقطه في يومهم. مفيش حد حياته كامله تماما ايا يكن هو ايه اللي هيصدرهولك. كده كده ايه يعني، محدش بيصور خيبته. ففي اخر الفيديو احب اقولك بي سيف، اتكلم بالطريقه اللي تريحك. شوف انت عايز تعمل ايه في حياتك بعيدا عن المجتمع وجيلك مصدرهولك في وشك 24 ساعه. ما تروحش مراسي. احب اقول ان احنا تمينا 20,000 وجي وجيهية، يعني عددنا زاد كده بشكل مخيف، لان انا حاسه ان اللعبه كبرت منك يا ياسين. بس ان شاء الله يعني هنحاول نبقى عند بخطوط حضرتك. وعلى رايي برضو الفنان مروان بابلو في تراك امان، شغله ما بقتش تفاريحي. جينا لفقره الفيلم، بان ان احنا بنتكلم عن جنة الفقدان الجامد قوي الروش. الفيلم ده حلو قوي، هتلاقيه بيتكلم برضو عن الحاجات ممكن التينيجرز يتعرضوا لها في الفتره دي من الفترات، يعني سواء ان انت حاسس ان انت مختلف، سواء ان انت حاسس ان انت ما عندكش صحاب كتير وهي صاحبه واحده بس هي اللي عندك، او صاحب واحد بس هو اللي عندك. فممكن تعرف تريليت لشخصيه نادين اللي عاملاها هيلي. انا بحبها قوي هيلي بصراحه، فظيعه. المهم ترجيحنا النهارده لفيلم السهره هو فيلم The Edge of 17. ان شاء الله تشوفوه ويعجبكم. هو مش ابسولوت سينما بس هو لذيذ، بالعكس لما بيجي على التلفزيون بحب قوي اتفرج عليه. بس اشوفكم الحلقه الجايه. stay safe. باي باي.